بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، الثلث الليل من الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لينزل السماء الدنيا كل ليلة حين يكون آخر ثلث الليل أو الثلث الأخير من الليل. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل الثلث الآخر من الليل. وهنا ينادي على عباده. مين اللي بينده؟ الله عز وجل ينادي على عباده. وينزل من أين؟ الله عز وجل ينزل من على العرش، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. فالله ينزل من على العرش وينزل من السماء السابعة إلى أين؟ إلى السماء الدنيا، أول سماء. طب لماذا ينادي عليك أنت يا عبد الله؟ فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ لو تأملنا هذا الحديث لا يطيش عقل الإنسان. يعني الإنسان لو تمعن في هذا الحديث عقله يشت. لماذا؟ تخيل أن الله عز وجل بجلاله، تخيل أن الله عز وجل بيده ملكوت السماوات والأرض، تخيل أن الله عز وجل يمتلك خزائن الأرض بأسرها، بل يمتلك حياتك وموتك، وهو الذي ينزل من أجلك. لماذا؟ هل يريد منك شيئا؟ هل طاعتك تنفع الله عز وجل؟ هل معصيتك تنفع الله عز وجل؟ لا. هنا الطاعة لا تنفع الله، والمعصية لا تضر الله. إذن لو أهل الأرض جميعا أطاعوا الله أو كانوا طائعين على أتقى قلب رجل واحد، مش هيزودوا حاجة في ملك الله. ولو كان العكس، لو كانوا على أفجر قلب رجل واحد، لا ينقصوا شيئا من ملك الله عز وجل. إذن أريد منك أن تتأمل. نحن نقضي أوقاتا كثيرة على الفيسبوك أو التواصل الاجتماعي أو أمام التلفاز أو مع الأصدقاء، نتكلم كثيرا ونغفل عن هذه الساعة، نغفل عن هذا الثلث الآخر من الليل، حينما ينزل الرب جل في علاه السماء الدنيا يناديك أنت. من أنت؟ من أنت حتى يناديك ربك؟ وأنت العبد الفقير، العبد المريض، العبد القوي بين الناس، العبد الصالح، العبد الطالح، الرئيس، الوزير، الغفير.
أي شيء وأنت تفتقر إلى ربك، تفتقر وتريد من الله عز وجل كل شيء، فيناديك أنت. الله عز وجل يناديك: يا ابن آدم هل من سائل؟ هو أنت اغتنيت خلاص يعني ما أنتش عايز حاجة من ربنا سبحانه وتعالى؟ اغتنيت بالله عز وجل، لا تريد من الله شيئا؟ لا يا عبد الله. فيناديك أنت: هل من سائل فأعطيه؟ مفيش حد عايز مال، مفيش حد عايز ولد، مفيش حد عاوز زوجة، مفيش رجل محتاج الشفاء، مفيش رجل محتاج أن يرفع عنه الظلم، مفيش حد محتاج. هل من سائل فأعطيه؟ يناديك أنت يا عبد الله، يناديك أنت يا أمة الله: هل من سائل فأعطيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم سيد المتقين، النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يقوم من الليل، كما قالت عائشة: قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل حتى تورمت قدماه. وفي رواية: قام من الليل حتى تفطرت قدماه. وفي رواية ثالثة: قام من الليل حتى تشققت قدماه. وفي رواية أخرى: قام من الليل حتى دمت قدماه. نعم، جزاكم الله خير، ربنا يفرج كربنا جميعا يا رب. أسأل الله عز وجل أن يفرج كربنا وييسر أمرنا ويذلل صعبنا يا رب. نحن في ساعات الليل نسألك سبحانك وتعالى أن تفرج كربنا وكرب المكروبين يا رب. فرج كرب هؤلاء يا رب، فرج كرب هؤلاء ويسر أمرهم وذلل صعبهم يا رب. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. آمين آمين يا رب العالمين. عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم يرشدك ويقول لك أن الله عز وجل يترك هذا المكان، أي العرش، السماوات العلى، وينزل إلى هذه السماء الدنيا، والله عز وجل فوق العرش. الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر على الوجه الذي أراد، بالكيفية الذي أرادها، ليس بما يدور ببالك، فالله بخلاف ذلك، لا تكييف ولا تمثيل ولا تعطل ولا تكيف ولا تمثل، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن حينما ينزل الدنيا نزولا يليق به، لا تسأل ولا تعطل ولا تكيف، فيناديك أنت يا عبد الله أيها الفقير: هل من سائل فأعطيه؟ يا من أردت المال، قم في هذا الوقت وتوضأ وتضرع إلى الله عز وجل. يا من أردت الخلفة، يا من أردت الولد، يا من أردت الطفل، يا من أردت الدنيا بأسرها، يا من أردت السيارة، يا من أردت العمارة، يا من أردت الأطيان بالحلال، قم فادعو الله عز وجل. فالله عز وجل يناديك أنت يا عبد الله، ثم يقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ الله أكبر. هل أنت من المعصومين؟
هل أنت من الملائكة أو أنت من الأنبياء؟ وقد انتهى زمن العصمة، انتهى زمن الأنبياء بموت النبي صلى الله عليه وسلم، انتهت العصمة بموت النبي صلى الله عليه وسلم. هل أنت ملك مقرب لا تعصي الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الملائكة؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نحن بشر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابين. فلا بد وحتما أن تقوم فتستغفر الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في المجلس الواحد فيستغفر 70 مرة. وكان بعض الصحابة يقول: كنا نجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعد له أكثر من 100 مرة وهو يستغفر الله. هل أنت أفضل من رسول الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ويقوم من الليل، يقوم من الليل حتى تورمت قدماه، قام من الليل حتى تشققت قدماه أو دمت قدماه أو تفطرت قدماه، وهذا هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومع هذا كان يقوم من الليل ويبكي بكاء مريرا، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قام ليلة بآية واحدة، ليلة كاملة: إن تعذبهم فإنهم عبادك. فكان يستغفر الله كثيرا في كل وقت وحين. وأنا وأنت ننام وننشغل في هذا الوقت. لابد أن توقت لك وقتا لتستغفر الله عز وجل وتتوب إلى الله عز وجل. هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ أيها العاصي، وكلنا عصاة، أيها العاصي، أيها المذنب، هيا بنا لنعود إلى الله عز وجل، هيا بنا لنرجع إلى الله عز وجل ليتوب علينا. نحن عصاة ومذنبون، والإنسان لا ينفك عن المعصية، فإن لم تعصي أذهب الله عز وجل بهؤلاء الخلق وأتى بخلق آخرين يعصون الله عز وجل ثم يتوبون إليه. فأنت تعصي، ولكن المشكلة أنك لا ترجع إلى الله عز وجل. عصيت فارجع وتب إلى الله عز وجل، وأكد واعزم النية ألا تعود مرة ثانية، وادعو الله عز وجل أن يعافيك من هذه المعصية، لأنك لا حول لك ولا قوة أن تتوب إلى الله عز وجل بنفسك أو بشخصك. كثير من الناس وهو مدخن يقول لك: أريد أن أقلع عن التدخين، وبحاول إن أنا أبطل السجاير. أنت لن تستطيع، مش هتقدر بنفسك، نفسك أمارة بالسوء، شيطانك قوي عليك في هذه المعصية. طيب إمتى أبطل التدخين؟ أستعين بالله عز وجل على النفس والدنيا والهوى والشيطان وعلى أصدقاء السوء. أستعين بالله عز وجل، أدعو الله عز وجل أن يعافيني من هذا التدخين. نعم، فتبتعد وأنت تدعو الله عز وجل فيقويك الله عز وجل
فتقلع عن هذا التدخين. وقس على ذلك أي معصية. الله عز وجل ينزل إليك الآن، ينزل إليك في الثلث الليل الآخر فيقول هل من تائب؟ يعني أنت عاوز إيه أكتر من كده؟ ربنا بينادي عليك يا أخي، هل من تائب فأتوب عليه. توب بس أنت، حرك لسانك وحرك قلبك، يا رب توب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا رب أريد أن أقلع عن هذه المعصية وأنا لا أستطيع. الله المستعان. عني يا رب على هذه المعصية، عني يا رب على هذه المعصية أن أبتعد عنها وأقلع عن هذه المعصية. فأنت لن تتحرك بنفسك. وكثير من الناس تراهم يقبلون على المعاصي، وبعدين يا جماعة والله حاجة غريبة، يعني أنا حزين قوي والله. يعني اما بشوف المواقف دي بحزن. تبص تلاقي مثلا يعني رجل معاك يصلي 5 صلوات في المسجد، وحينما يقع في ابتلاء تراه يسلم. على سبيل المثال رجل تراه يصلي ال5 صلوات في جماعة، وإذا ما نظرت إليه وكلمته في مثلا في صدقة أو إعانة رجل محتاج أو إعانة امرأة محتاجة أو أرملة أو يتيمة أو ما شابه ذلك، يبادر ويتصدق. وإذا ما رأيته في عرس من الأعراس مثلا تراه يزوج ولده أو يزوج ابنته، تراه أتى برقص وأتى بأناس تتعجب، وهو لا يخجل، وهو يتراقص بين هؤلاء الراقصات أو هؤلاء الراقصين من المغنين. كيف بك أنت رجل بين الرجال، أنت رجل مصلي. ولكن سامحوني، ليس كل الرجال برجال. هو رجل بين الناس ولكنه الذكر، فالذكورة موجودة. الرجل في القرآن رجل تقي نقي خفي. أما أن تراه ذكر هو بأشباه الرجال، تراه يأكل من حراما وتراه يشرب من حراما، لا يبالي. إذا ما نظرت إلى هذا الرجل تراه يأكل من حرام. كيف سمحت لنفسك أن تأكل من حراما وتطعم زوجتك في بيتك من حرام، وتطعم أولادك الصغار من حرام، وغدا قريب يقول لك إيه؟ ده ابني ضربني، ده ابني طردني بره البيت، ده ابني رفع إيده علي. ما أنت أكلت من حرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل جسد نبت من حرام فالنار أولى به، فالنار أولى به. طيب يا جماعة الموضوع صعب، اوعى تفكر ان الموضوع سهل، انك بتروح وتيجي وتكسب قرشين وتكوش قرشين وفجأة فلان بقى معاه 100,000 200,000 مليون 2 مليون. ماشي، الإسلام لا يحرم عليك هذا. كن معك الملايين وكن معك السيارات والعمارات والأطيان والقصور وما شابه ذلك، ولكن جمع من حرام. ارضى بما قسم الله لك. جزاك الله خير يا عم حسن. اخبارك ايه يا عم مصطفى؟ اخبارك؟ ربنا يبارك فيك يا رب.
ماشي يا عم السيد، جزاكم الله خير. جزاك الله خير يا حاج طارق. ربنا يبارك فيك يا رب ويجعلنا من الصادقين وكل من شارك معنا يا رب العالمين. إذن أنت تجمع من حلال، فخير المال الصالح مع العبد الصالح. أو أنت لما تكون من الأغنياء، تكون من الأغنياء ومعك مال وفير تتصدق به على الأرامل واليتامى والمساكين، فكان هذا المال زخرا لك. أما أن تكتسب من حرام وتذهب تتصدق من حرام فالله نهى عن ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. سمعت كثيرا أن أناس يعملون في الحرام، وحينما يكتسب المال الوفير يذهب ويأتي بذبيحة ويوزع للناس، ويذهب إلى بيت الله الحرام يعتمر أو يحج. لا، إذا أردت أن تضحك على الناس في الدنيا فلن تستطيع أن تضحك أو تخدع الله عز وجل، فمالك مردود عليك وعمالك مردود عليك. فالله عز وجل ينزل إليك السماء الدنيا يناديك أنت يا عبد الله، هل من تائب فأتوب عليه؟ كثير من الناس يشكون من الضيق في الرزق، الضيق في الرزق أو المشاكل بين الأولاد أو المشاكل بين الزوجات، الزوج والزوجة، ويخبرون أنهم قد سحروا. يخبرون حينما تتحدث مع أحدهم يقول لك أن هناك سحر لي بضيق الرزق، أو بعقوق الوالدين، أو بعقوق الأولاد للآباء أو الأمهات، أو ما شابه ذلك. أو يقول لك أن هناك سحر لهذا الرجل أنه لا يتزوج، أو هناك سحر لهذه المرأة أو هذه البنت إنها لا تتزوج. ولكن هناك أمر خطير، ألا وهو هناك أمور عدة في هذا الأمر. الأمر الأول المعصية لله عز وجل، أنك تكون عاصيا. يعني في ضيق الرزق إن أحد السلف قال إن للطاعة نور في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب العباد. ركز في هذه الأمور الأربعة. للطاعة نور في القلب، يبقى قلبه منور، يرى بنور الله عز وجل، يرى بطاعة الله عز وجل. نور في القلب وضياء في الوجه، ترى هذا الرجل النور يشع من وجهه وإن كان أسود، وإن كان مختلف اللون، تلاقي وشه عليه طاعة ربنا سبحانه وتعالى. نور في الوجه، نور في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق. مجرد انه بيطيع ربنا سبحانه وتعالى ربنا بيبارك له في رزقه. ومحبة في قلوب العباد، ترى ان هذا الرجل محبوب، يقول لك فلان ده راجل طيب، فلان ده راجل صالح، فلان ده راجل متصدق، ده راجل كذا كذا كذا. يبقى هنا محبة في قلوب العباد، كما قال ربنا
يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيوضع له القبول في الأرض. وللعكس كذلك. قال هذا السلفي: وللمعصية ظلمة في القلب. البسود: وللمعصية ظلمة في القلب وضيق في الرزق وبغض في قلوب العباد. البسود لا يحب الصالحين. هيا بنا إلى الصلاة، يقول لك سيبها لله، ده لنا بس. هيا بنا إلى الصلاة، ده لنا يا عم الشيخ، خدنا على جناحك. قال تعالى في الصلاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. يقول لك يا عم سيبها لله، العصر ممدود للمغرب، والمغرب ممدود للعشاء، والعشاء ممدودة إلى الفجر، وهكذا. يتهكم عليك ويستهزئ بك. القلب هناك فيه سواد، أسود القلب وظلم في القلب والوجه، ترى وجهه عبوسا قمطريرا. وضيق في الرزق، هو بسبب المعصية ربنا ضيق عليه في رزقه. هتقول لي ازاي الله عز وجل؟ وتقول لي ممكن تقول ان الكافر ربنا بيرزقه، ان فلان الفلاني تارك للصلاة ومعاه فلوس كتيرة من حرام، كافر ليس له من خلاق في الدنيا، ويضيق عليك في الدنيا لترجع إليه، يضيق عليك في الرزق لتقول يا الله، لترجع إلى الله عز وجل، وأنت لا تدري، أنت في ثبات عميق. يبقى للمعصية ظلمة في القلب وضيق في الرزق وبغض في قلوب العباد. طب يا عم الشيخ، ده أنا ما بعصيش، ده أنا راجل كويس الحمد لله، ده أنا أحسن من غيري، ده غيري بيشرب خمر وغيري بيزني وبيسرق وبيقتل. لا لا لا، أنت لا تنظر إلى هؤلاء ولا تأخذ هؤلاء قدوة، ولكن قدوتك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. هل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يشربون الدخان والعياذ بالله؟ لا يشربون هذا. هل وأنت تشرب الدخان أنت تستهون بهذه السجارة أو بهذه الشيشة، وأنت تتحدى الله عز وجل وأنت لا تدري، تقع في جدال مع أناس كثيرين. يقول لك يعني يا عم الشيخ يا السجاير حرام، ده السجاير مكروهة. هات لي آية في القرآن بتحرم السجاير. إنا لله وإنا إليه راجعون. وهل السجاير ذكرت في القرآن بالشرب؟ يعني ربنا ذكر لك في القرآن إنك تشرب سجاير؟ أو ذكر لك في السنة إنك تشرب سجاير أو شيشة؟ ما ذكر لك هذا. ولكن أقول لك حرم الله عز وجل كل شيء يضر نفسك. قال ولا تقتلوا أنفسكم، والدخان يقتل النفس، يأتي بالجلطات. وقد رأينا من كثرة الدخان، قد رأينا أناس يأتي إليهم الجلطة فيموت في الحال. وهذه الرئة كما أثبت الطب الحديث، وإذا ما نظرت إلى هذه الرئة تنظر إليها وتخاف من هذا الشكل. والسجائر والدخان يقتل النفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، أنت تضر نفسك وتضر أولادك وتضر زوجتك. أول شيء بتضرهم، أنت بتضر نفسك وبعدين أولادك في البيت،
وبعدين زوجتك. والله يا جماعة دخلت المسجد ذات يوم، أردت أن أصلي فوجدت رجل بجواري رائحة الدخان تفوح منه، أقسم بالله ما استطعت أن أقف بجواره. والنبي صلى الله عليه وسلم منعك إذا أكلت بصلا أو ثوما أن تعتزل المسجد في ذاك الوقت. أكلت الظهر ما تروحش الظهر، صلي في بيتك. أكلت توم أو بصل في وقت الظهر أو في وقت فريضة من الفرائض، صلي هذه الفريضة في بيتك كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تؤذي الناس. وهذا حلال، ركز، والبصل والثوم حلال حلال، ليس فيهم أي حرمانية. ما بالكم بمن يشرب الدخان ورائحة الدخان تفوح من جسد كله، يعني الهدوم وفمه كل شيء، ويدخل إلى بيت من بيوت الله ليؤذي الناس ويأذي قبل ذلك الملائكة. إذن الأمر الأول المعصية، أنت تعصي الله عز وجل، وبمجرد أنك تعصي ربنا سبحانه وتعالى يأتي إليك الحرب من الله. أيوة، ما هو ربنا سبحانه وتعالى خلقك ليه؟ ارجع للآية، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنت جيت لغاية للعبادة، الأساس العبادة. طب وبعدين والعمل؟ قال لك العمل مكمل للعبادة، يعني أنت تروح تصلي وقت الصلاة، تزكي وقت الزكاة، تصوم وقت الصيام، تحج إن استطعت إليه سبيلا وقت الحج إن استطعت. والعمل والزواج والولد وكل شيء مكمل للعبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن حينما يعصي هذا العبد ترى أن الحرب من الله عز وجل. الله عز وجل يحاربك، هل تستطيع أن تحارب الله عز وجل؟ لن تستطيع أن تحارب الله عز وجل. كيفك يا أبا عبد الرحمن؟ جزاكم الله خيرا، لقد دعوت لك في بيت الله الحرام. جزاكم الله خير يا عم عمرو، ربنا يبارك فيكم. عم صالح جزاكم الله خير. إذن عباد الله، المعصية لها شؤم، وهذا الشؤم ينعكس عليك، ينعكس عليك على جسدك وعلى صحتك وعلى زوجتك وعلى أولادك وأهل بيتك. نعم، أنت بمن تعول. جزاك الله خير يا عم وليد، جزاكم الله خير. المعصية لها شؤم عجيب. جزاك الله خير يا عم محمد، ربنا يبارك فيك يا رب وييسر لك الأمور. فهنا الناس يشتكون، وبعدين يقول لك ده أنا رزقي ضيق، ده الولد ما بيسمعش كلامي، ده الزوجة خارجة عن طوعي. جزاك الله خير، ربنا يبارك لك يا عم محمد يا رب. ده الزوجة خارجة عن طوعي. بارك الله فيك يا عم صالح، جزاكم الله خير. طيب ما تسأل نفسك، سل نفسك هذا المال من أين اكتسبت وفيما أنفقت؟ عزاك الله يا عم محمد، ربنا يبارك فيك يا رب، جزاكم الله خير. دعواتكم بالتوفيق.
نسأل الله عز وجل أن يكون هذا خالصا لله عز وجل. إذن حينما تسأل نفسك وتراجع نفسك، هل أنت اكتسبت هذا من حلال أم من حرام وأنت لا تبالي، أم من شبهة أم من مكروه؟ فحينما تنظر إلى نفسك، أنا في معصية، لما أجي أبص ألاقي في البيت مشكلة، أو الولد لا يطيع، أو الزوجة لا تطيع، أو ما شابه ذلك، أو عندي مشكلة في البيت، ابدأ بص لنفسك، والزوجة تبدأ تبص لنفسها، والأولاد يبصوا لنفسهم، في حاجة غلط. وكان أحد السلف يقول: إني أرى طاعة الله عز وجل في زوجتي أو في زوجتي وفي دبتي، وأرى شؤم المعصية في سوء خلق الزوجة أو الدابة. عنده حمار أو عنده حصان أو عنده عربية أو عنده ميكروباص أو عنده تريلا أو عنده أي شيء، وهو ماشي تعثرت الدابة، فردة كاوتش شيعت، دخل في شجرة، العربية اتحكت، ماشي خبط في واحد خبط فيه، حاجة وقعت فوقه. انظر إلى نفسك. هتقول لي ما هو ده ابتلاء، أقول لك ما هو ده ابتلاء، نعم، ولكن الابتلاء له سبب. أبدأ أنا أبص في نفسي، أنسب الشر إلى نفسي. في أكل حرام، في أكل حرام، في ظلم للعباد، اغتبت فلان. ما هو احنا يا جماعة معلش، الذنوب بسيطة في عينك، وحينما تصغر المعصية وتصغر الذنب يعظمه الله عز وجل، يعظمه الله عز وجل. وحينما تعظم الذنب وتبكي على الذنب وتخاف من الله عز وجل يغفره الله لك ويصغره عليك. جزاك الله خير. الأخ بيقول يعني المدخن ما يروحش يصلي عشان مبتلى؟ بيقول لك يعني أنت بتنفر الناس من الدين، أو مثلا ما يروحش يصلي. لا يا أستاذنا الفاضل، جزاك الله خير، جزاك الله خير على هذا السؤال. ولكن أنت يعني ممكن سمعت نص الكلام والنص التاني ما سمعتوش. أقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآكل الثوم والبصل، هذا حديث صحيح، لآكل الثوم والبصل حينما تأكل ثوما أو بصلا في وقت فريضة من الفرائض، قال لك لا تذهب إلى الجماعة في هذا الوقت. يعني كلت الظهر، بلاش تروح الظهر. عشان إيه؟ عشان ما تأذيش المصلين. مش انت تشرب دخان ويبقى ريحتك دخان، معلش يعني، وتأذي المسلمين. طب ما يا أخي طيب نفسك، زي ما انت بتحب انك ما تتأذاش من حد، او محدش يضايقك، او محدش يقرفك، هكذا المسلم يحب هذا الامر. المسلم عايز يخش داخل بيت ربنا يا اخي. ليه انت تحرم عليه انه يخش يصلي؟ انت اللي تحرم عليه. هذا السؤال اقوله عاما ليس للسائل، انا اقول هذا الكلام عامة. انا اقول النبي صلى الله عليه وسلم رخص، في فرق بين رخص
وبين انه منعه انه يروح يصلي. رخص لآكل الثوم والبصل، والثوم والبصل حلال ليس فيه شيء، فقال الآكل البصل والثوم أن يعتزل مصلانا. لماذا؟ لأنه سيؤذي المسلمين بهذا الثوم والبصل. ما بالكم بالمدخن؟ ما بالكم بمن يشرب المخدرات؟ ما بالكم من يدخل المسجد وفمه يفوح منه الدخان ورائحة، لا أقول بقى يعني أشياء كثيرة، مخدرات، وهو جزاه الله خيرا لنفسه. إذا ما صلى فهو يصلي للنفس، ولا ننفر أحدا من دين الله عز وجل، بل نقف بجواره ونستعين بالله عز وجل عليه وعلى شيطانه، بل أقف معه جنبا بجنب. وإن قال لي بطل السجاير إزاي، أقول له تعالى وننزل نروح نجيب كذا وكذا وابتعد وربنا يعافيك وربنا يسترها عليك وهكذا. إذا المعصية لها شؤم. السيجارة دي يا جماعة الناس مستهونة بيها. أن انظر إلى الله عز وجل حينما قال لجبريل: يا جبريل انزل فأهلك هذه القرية. عشان تعرف بس أن احنا بيوتنا وحياتنا فيها معاصي تطرى. قال: فلما نزل جبريل صعد إلى السماء قال: يا ربي فيها عبدك فلان رجل صالح. تخيل، لأن الله عز وجل لا يحابي أحدا. حينما تعصي الله وإن كنت من الصحابة، الله عز وجل لا يحابيك. يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك شيئا يوم القيامة، أو لا أغني عنك شيئا يوم القيامة. فقال: يا ربي إن بها عبدك فلان رجل صالح وأنت تحفظ القصة. قال: يا جبريل به فابدأ. بمين؟ بالرجل الصالح اللي في القرية. قال له: هات الرجل الصالح ده وابدأ بهلاك القرية، ابدأ هلاك القرية بالرجل ده. فنزل جبريل وقلب هذه القرية حتى سمعت الملائكة نبح الكلاب. أخي في الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان خرج في غزوة من الغزوات وأعطى أوامر لبعض الصحابة وهم الرماة، وقال لهم: لا تتركوا أماكنكم ولو انتصرنا. ركز معايا، لو انتصرنا اوعى تترك مكانك. ده انا مش هقول لك لا شرب سجاير ولا شرب دخان ولا شرب مخدرات، لا، ده هو بالعقل البشري انه انتصر. فلما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في اول المعركة، ده في اول المعركة انتصر النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر الرماة وهم على الجبال، فنظر الرماة أن المسلمين قد انتصرت، فنزلوا وتركوا أماكنهم وانشغلوا بجمع الغنائم. فجاء خالد بن الوليد وكان داهية، كان مقاتلا محاربا فارسا، وكان حين ذلك يومها على الكفر، وقتل في المسلمين وجرح المسلمين، وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، وشج رأسه، ودخلت حلقات المغفر في وجنتيه. بسبب ايه؟ بسبب ان الصحابة عصت الامر، ان هم تركوا الاماكن فقط. اما المدخن او اي معصية، يعني انا اتكلم عن اي معصية يعصي العبد بها ربه، ان هو عاص لله عز وجل ويقول لك: ضاقت علي الدنيا، ضاق الرزق،
ضاق الرزق عليه، يقول لك أنا مصحور، أنا معمول لي عمل، الأولاد كذا، الأولاد كذا، الزوجة كذا. لا، انظر إلى نفسك. طب وليه لو أنت رجل طائع وما عندكش معصية، وليه ما تاخدش ده من نية الابتلاء، إن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يشدد عليك في الدنيا فيكفر عنك سيئاتك؟ أنت زعلان ليه؟ ليه ما انتش راضي بما قسم الله لك تكن أغنى الناس؟ أنت ليه بتنظر إلى الأعلى؟ لماذا لا تنظر إلى رزق الله عز وجل؟ ليه؟ ليه أنت بتنظر إلى العمارات والسيارات والأطيان والقصور وما شابه ذلك؟ ليه أنت مش راضي برزقك؟ ليه أنت مش راضي بوضعك؟ يبقى إذن يا جماعة المعصية لها شؤم في القلب، وشؤم على البدن، وشؤم في المعيشة، وشؤم في كل شيء يحوط بك أنت، طالما أنت اللي بتعول أي معصية في بيتك وأنت اللي مسهلة، إن كانت من تلفاز، إن كانت من نت، إن كانت من بنت أنت مخرجها عارية أو شبه عارية، استرتش وما شابه ذلك، إن كانت أي معصية الولد يفعلها وأنت تعلم، وأنت المعين على ذلك، فاعلم أن شؤم المعصية عليك وبال. ضيق في الرزق، ظلمة في القلب، ظلمة في الوجه، بغض في قلوب العباد. العباد يمقتوك، العباد يتكلمون عنك بالكلام البذيء. هذا أمر الله. يا جبريل إني أحب فلان فيوضع له القبول في الأرض، يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغض فيوضع له البغض في الأرض أيضا. إذن يا جماعة الموضوع مش سهل، وانتشر الحرام، وانتشر الأكل من الحرام في كل السلع، في كل السلع وفي كل المجالات وفي كل الأعمال. يعني واحد مثلا شغال بيجيله مرتجعات مثلا، يقوم يشيل المرتجعات دي ويحطها في الجديد ويبيعها جديد. واحد بيجيله مثلا بيشتري حاجات قديمة ويبيعها على أساس جديدة. هذا لا يجوز. كيف تحل لك هذا الأمر؟ وكيف تضحك على المسلمين؟ انت ازاي بتضحك على الناس؟ ازاي انك بتجيب حاجة قديمة وتبيعها للزبون على أساس جديدة؟ ازاي ان انت عندك ده مرتجع راجع عندك، المفروض ده قديم ومرتجع لا يعمل، كيف تبيع جديدا؟ ما الأمور يا جماعة الحرام كتير. ممكن تضحك على زبون تقول له دي سلعة ياباني وهي سلعة صيني من أرض الصيني، بس ده انت عندك لسان، لقد أعطيت جدلا، ده انت عندك لسان حلو تعرف تضحك على الزبون. يقول لك ده بالفهلوة. لا، مش بالفهلوة، ده انت يعني هتتعاقب عقاب شديد. يقول لك هي اصل مكتوب عليها ياباني، ده مفحور عليها. يا اخي اتق الله، يا اخي اتق الله، لا تبع بهذا الامر، وانصح الرجل وانصح هذا الزبون. انما الناس يا جماعة الا ما رحم ربي، كثير من الناس. وبعدين انت ما عادش عندك ثقة الا ما رحم الله، مفيش. طيب يبقى اذن المعصية هنا، المعصية لها شؤم في الحياة. ما واحد يقول لك يعني أنا مش عارف أن ربنا ابتلاني بمرض كذا وكذا وكذا. طب ليه؟
ليه ما دورتش في نفسك؟ ما انت ظلمت أناس آخرين بمكسب حرام، كسبت وضحكت عليه أو نصبت عليه، ما هو ده نصب واحتيال، ليس له أمر آخر. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يمر في السوق ذات يوم ونزل المطر على بعض الطعام، فالراجل اللي بيبيع الطعام خلى الحاجة الناشفة دي فوق والمبلول البايظ تحت، زي ما احنا بنشوف النهاردة يطلع لك الطماطم كده على الوش والبايظ تحت، وبعدين لما يجي يعبي لك ايه؟ يعبي لك البايظ وانت مش شايف حاجة، او قرطاس او كيس معبي لك فيه 3 4 تحت بايظين، وبعدين يحط لك السليم. غش. او يحط لك مش عارف ايه على الميزان ويطبب لك الميزان، تروح تلاقيه 900، تلاقيه كيلو الا ربع. غش، حرام، سرقة. انت تسرق المسلمين، انت تغش. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما وضع يده في اسفل الطعام واخرج هذا الطعام فوجده قد بلته السماء، فقال للرجل: ما هذا؟ قال: يا رسول الله لقد أصابته السماء. قال: أفلا أظهرته للناس؟ أنت لما جيت تبيع العربية غشيته، أو أنت لما جيت تبيع حتة الأرض غشيته، أو لما جيت تبيع السلعة الفلانية أو السلعة الفلانية غشيته وضحكت عليه، طلعت السليم فوق والبايظ تحت لا يجوز. هذا نصب على المسلمين أو غير المسلمين. لا يجوز لك أن تغش أي أحد سواء مسلم أو غير مسلم، لا يجوز لك. يبقى إذن يا جماعة المعصية هنا لها شؤم. أي معصية بقى قس على ذلك. واحد يقول لك: الحمد لله أنا ما باكلش من حرام، أنا ببين للزبون، أنا بعرفه، أنا بقول له هو وبوري له قدامه وبجرب له. بس أنت لما جيت راجع من الشغل فاكر وخدت صاحبك في إيدك أو ركبت معاه في العربية أو قعدت معاه وقعدت تقلس على فلان وتغتاب فلان لا يجوز شرعا، هذه معصية. انزلا فكلا من جيفة هذه الحمار. قالوا: غفر الله لك يا رسول الله، أنأكل من حمار قد جافت أو قد نتن الرائحة؟ انزلا. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يمشي مع أحد الصحابة وبعدين الاتنين دول ماشيين فذكروا صحابي بسوء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش يسكت على باطل، لازم يا إما يقر أنه حق يا إما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فمر بحمار قد مات وانتفخ، فقال: أين فلان وفلان؟ قال: لبيك يا رسول الله. قال: انزلا فكلا من جيفة هذه الحمار. قالوا: غفر الله لك يا رسول الله، أنأكل من جيفة هذه الحمار؟ قال: نعم، فأكلكما من لحم أخيكما آنفا، فأكلكما من هذه الجيفة أرحم من أكل أحدكم، أرحم من أكل صاحبكم. ده بيقول له: انزل كل من الجيفة دي، أرحم لك، أرحم لك إنك تأكل من هذه الجيفة، لأنك أكلت لحم أخيك من آنفة، من شوية أكلت في لحم أخوك المسلم. وهذا أمر عجيب قد انتشر بيننا، انتشر بين الناس، لا يخلو منه أحد إلا ما رحم ربي، إلا وهو يغتاب وينم ويضحك ويتفلسف، وقال إيه هو يعني اللي كويس يعني وهو أحسن من التاني. لا،
هذا لا يجوز. إذا للمعصية، المعصية لها شؤم في الحياة. طيب أنت مكسبك من حلال ولا من حرام؟ بص للمكسب. طيب أنت بتغتاب في المسلمين أو تغتاب في حد. طيب أنت مصلي؟ أنت مصلي؟ واحد يقول لك الحمد لله أنا ما باكلش من حرام وما بغتابش حد. طب أنت مصلي؟ قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة هذا أمر من الله عز وجل. أمر بماذا؟ أمر بالصلاة. لماذا لا تصلي؟ لماذا تركت الصلاة؟ لماذا أخرت الصلاة؟ لماذا انتهيت عن الصلاة أصلا؟ أنت بعيد عن الصلاة ليه؟ يقول لك يا عم أنا بصلي بس يعني بيبقى في إيدي شوية شغل، في إيدي زبون، في إيدي مشوار، في إيدي مش عارف إيه، أعمله وبعدين أصلي. ليه؟ هو أنت جاي تشتغل ولو فضيت تصلي؟ لا، ده أنت جاي تصلي ولو فضيت تشتغل. ما هو مش شرط يا جماعة إنني بقى يعني معلش، مش شرط إن واحد يقول لك إزاي يا عم يعني إحنا يعني نروح بقى نقعد في المساجد وننام في المساجد ونصلي براحتنا ولا نعرف ناكل ولا نشرب. لا، ده انت حرمت عليك الحياة. ده انت النهاردة عايش في شقة ايش مكت ايه وايش انتري ايه وايش دهان ايه وايش سيراميك ايه وايش بانيو ايه وايش مطبخ ايه وايش مش عارف. لا 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 لا، انت عيش بما يرضي الله عز وجل. ان جاءتك هذه النعم فكان بها ونعم، وإن لم تأتي فلا تأكل من حرام ولا تضيع الصلاة من أجل هذه الأشياء. ما ينفعش. أحد الصحابة وأظن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه خير بين ترك تكبيرة الإحرام وبين 50 ناقة. قالوا له تترك تكبيرة الإحرام وتأخذ 50 ناقة أي 50 جمل. فقال لو الدنيا بأسرها، لو حمر النعم. الصحابي الجليل، وكان أحد الصحابة كان يرفع فأسه فإذا سمع الله أكبر الله أكبر كان لا يضعها في الأرض بل ينزلها هكذا، لا يضرب في الأرض. وانت الآن تريد أن تتفلسف بالكلام. لقد أعطيت جدلا كما قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله لو كنت عند غيرك لخرجت من عنده بعذر. لما يجي شيخ يكلم واحد كده فيلسوف يعني يخلع منه بالطريقة، يجيب له حوار عشان يطلع موقفه حلو. انما هتروح فين؟ ده ربنا شايف قلبك، ده ربنا عينه تنظر إلى قلبك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قلبك فيه إيه؟ قلبك فيه إيه؟ في صلاة؟ في توحيد؟ في قرآن؟ أم فيه والعياذ بالله ترك للصلاة؟ طيب وأقيموا الصلاة أمر من ربنا سبحانه وتعالى، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب ماشي، لو قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة خلاص أمر عادي، أصلي في بيتي، أصلي في حقلي، أصلي في الطريق، أصلي في أي مكان، لأن قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أول ما الميعاد يجي أقوم أقيم الصلاة في المسجد، في البيت، في المحل، في أي مكان، في الأرض، في أي مكان. لا، قال لك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طب وبعدين واركعوا مع الراكعين. ايه واركعوا مع الراكعين؟ يعني ايه؟
قال لك يعني تركع مع الناس الذين يركعون لله عز وجل. وحينما يركع الناس جميعا في وقت واحد، أين يركعون؟ يركعون في الجماعة. هنا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، مؤقت بميعاد، في وقت كما وقته النبي صلى الله عليه وسلم. الخمس صلوات في جماعة، وتركع مع الراكعين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أين الراكعين؟ يكون الراكعين في بيت من بيوت الله في جماعة، أو يكون الراكعين في وظيفة من الوظائف قد امتنعوا، أو في أي مكان يعملون فيه قد توقفوا وأذنوا الأذان في وقت الصلاة، وأقاموا الصلاة وتجمعوا وصلوا في وقت الصلاة. يبقى إذن واركعوا مع الراكعين أي في وقت الصلاة في بيت من بيوت الله في جماعة. طب واحد مريض ده خلاص بقى، يبقى الاستثناء معفو عنه، كل واحد بقى بعذره. المسافر له أن يجمع ويقصر، المريض له أن يصلي في بيته، هكذا. والمريض بمرضه، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل فيهدى بين الرجلين، كان جاي كده سند على كتف واحد وسند على كتف الآخر، والاتنين يعني سندينه حتى يقف في الصلاة فيشهد صلاة الجماعة. يبقى إذن هنا أنت تصلي لله عز وجل في جماعة في وقت الصلاة. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال أحد السلف: الحمد لله الذي قال عن صلاتهم وما قال في صلاتهم. الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون وما قال في صلاتهم ساهون، لأن معلش كل بيسهو في الصلاة. طيب إيه هو السهو؟ قال ابن عباس: الذين يؤخرون الصلاة عن وقته. ركز: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس: الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. يعني ايه؟ قال لك: الذين يؤخرون الظهر إلى العصر، والعصر إلى المغرب، والمغرب إلى العشاء، والعشاء إلى الفجر. ده ايه؟ قال لك: فويل للمصلين. قال: الويل واد، كما قال بعض المفسرين: الويل هذا واد في جهنم. واد يعني بحر، واد في جهنم. تخيل هذا الوادي ماذا شكله؟ واد في جهنم بعيد قعره، خبيث طعمه، شديد حره. يبقى ايه الوادي في جهنم؟ ايه؟ شديد الحر، بعيد القعر، غويط. قال لك: طب وبعدين؟ يبقى اللي بيأخر الصلاة هنا اما تيجي تقول له صلي، يقول لك: يا عم الظهر يعني معلش انا في ايدي زبون او في ايدي مصلحة هخلصها، وهو الظهر ممدود للعصر. لا،
ده الظهر ممدود العصر دون، واحد راحت عليه نومه، واحد نام ومحدش صحاه، خدت بالك؟ انما مش نايم بمزاجه، او عارف الميعاد وفي ايده الساعة او المنبه او الموبايل او ما شابه ذلك، عارف. لا، ده عذر شرعي، حصل له مشكلة وما هوش عارف يصلي من مطر شديد، ما شابه ذلك. الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، اللي بيأخر الظهر للعصر، والعصر للمغرب، والمغرب للعشاء، والعشاء حتى يطلع الفجر. طيب، طب وبعدين الصلاة تكون عليك، هي فريضة فرضها ربك من فوق 7 سماوات، فرضها ب50 صلاة، فرضها ب50 صلاة، ولكنها خففت حتى 5 صلوات، فتكون 5 في الأداء و50 في الأجر. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول لك يا عبد الله، حينما تؤخر بقى أنت الصلاة، هذا الحديث مضاد لهذا الكلام. الكلام اللي أنت بتعمله ده، الحديث اللي بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم يعكس عليك هذا. بمعنى، قال النبي صلى الله عليه وسلم تحترقون فإذا صليتم الفجر غسلتها. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم تحترقون أي بالذنوب والمعاصي. الإنسان طول ما هو يعني في يومه الكامل بتلاقيه إيه؟ يتكلم كذبة، يهزر، يقول حاجة مش كويسة، يعمل حاجة. قال لك تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها. أول ما تقوم تصلي الصبح كده وتبقى نشيط طول اليوم، يقول لك ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك الذنوب. وقال ابن عثيمين إلا الكبيرة، كبيرة من الكبائر، زي شرب الخمر، زي السرقة، زي الغيبة والنميمة. في حاجات اللي هي الكبائر تريد منك توبة وتقف وتدعو الله عز وجل. تحترقون أي بالذنوب والمعاصي، فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها. بيقول لك هنا تحترقون من الفجر للظهر. ده هو قاعد من الفجر للظهر وراح الشغل وجي من الشغل وبيبيع وبيتاجر فشتم، اغتاب، عمل كذا كذا. أول ما يجي صلاة الظهر صلى الظهر، قال لك إن ربنا يغفر لك الصغائر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ ثم تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، أي تحترقون بالذنوب والمعاصي من الظهر إلى العصر. ثم تحترقون أي من العصر للمغرب، فإذا صليتم المغرب غسلتها. ثم تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها. ثم تنامون فلا يكتب عليكم شيئا حتى تستيقظوا. بالله عليك، الحديث ده مش صعب ان احنا نترك الصلاة؟ تخيل ان انت بس مجرد ما بتروح تصلي فيها فوات، في ذنوب صغيرة، في حاجات كده يعني
ربنا سبحانه وتعالى يغفرها لك وأنت لا تدري، بمجرد أنك بس صليت. أنت مجرد أنك رحت صليت غفر الله لك هذه الصغائر وأنت تارك للصلاة، بس بشرط تصلي في جماعة. تصلي في جماعة. طيب يا جماعة اللي ما بيصليش بقى، أو ترك الصلاة أو أخر الصلاة عن وقتها. ما واحد يقول لك يا عم أنا عندي مشاكل في بيتي، أنا عندي ضيق في الرزق، أنا عندي مشكلة مع الأولاد، الأولاد بيشتموني أو عاقين لي أو ما بيسمعوش الكلام أو ما شابه ذلك. هل نظرت إلى نفسك وهل أنت من المصلين والمحافظين على الصلوات الخمس في جماعة أم أنك مضيع للصلاة؟ ده مجرد أنك تركت صلاة حتى تخرج عن وقتها عندك مشكلة، عندك مشكلة كبيرة. وبعدين يقول لك يا عم الحمد لله من عامل عمرة، أنا حجيت بيت ربنا، أنا بصلي، أنا أحسن من ناس كتير. ناس كتير بيشربوا خمر وبيزنوا وناس بتسرق وبتقتل. يعني لا، ده أنا ملك. ما تكونش أبو بكر الصديق أو عمر بن الخطاب ونحن لا ندري. وهو أبو بكر الصديق كان يخاف، وهو مبشر بالجنة على وجه الأرض، بشره النبي صلى الله عليه وسلم. وها هو عمر من أهل الجنة، من العشر المبشرين بالجنة، ويذهب إلى حذيفة أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا أبا حذيفة هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ عمر بن الخطاب الملهم الذي أجرى الله على قلبه الحق ولسانه. وبعدين يقول لسيدنا أبو حذيفة والنبي صلى الله عليه وسلم سمني لك، يعني أيدني معاك في الليستة بتاعة المنافقين. خايف على نفسه. قال لا والله يا عمر ولا أزكي بعدك أحدا. إيه يا جماعة؟ لازم نقف وقفة. لازم كل واحد مننا يقف مع نفسه ويقف بينه وبين ربه. هذه الساعات ساعات الليل، الثلث الليل الآخر، ويناديك ربك ويدعوك ربك هل من تائب؟ ونحن تركنا الله عز وجل والعياذ بالله. أين أنت من ترك الصلاة؟ حينما تترك الصلاة فتكون عاصيا لله عز وجل. أو بقى خليك بقى بتاكل من حلال وعايش وما شاء الله 100%، بس تارك للصلاة. هو أنت لما تترك الصلاة هتبقى طائع لله عز وجل أم تكون عاصيا؟ أنت عاص لله عز وجل. أنت لو تركت فريضة واحدة حتى تخرج وقتها فأنت عاص لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر. طب عايز ايه؟ انت عايز ايه اكتر من كده؟ عايز ايه اكتر من كده وانت عاص لله عز وجل؟ ونحن لا نكفر احدا، ويكون هذا كفر دون كفر، كفر بالنعمة، كفر بالعبادة، وأنت بعيد عن الله عز وجل. تركت فريضة وفريضتين، بل تركت يوما أو يومين أو ثلاث أو أربع وأنت تارك للصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجل أن يصلي بالناس فأنطلق مع رجال معهم حزم من حطب إلى أناس قد تركوا الجماعة. ركز في النقطة دي. إلى أناس قد تركوا الجماعة في المسجد بتاع النبي صلى الله عليه وسلم،
إلى أناس قد تركوا الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى المسجد هكذا، وبعدين يؤمر الرجل يقيم الصلاة ويصلي بالناس، ثم يأخذ رجال ويخرج إلى خارج المسجد ويذهب إلى بيوت أناس لم يشهدوا الجماعة فيحرق عليهم بيوتهم بالنار. أين أنت يا عبد الله؟ أما تنظر إلى نفسك؟ لماذا ضيق الله عليك؟ أما تنظر إلى نفسك؟ لماذا عقق هؤلاء الأولاد؟ أما تنظر إلى هذه الزوجة؟ لماذا لم تطعك؟ هل أكلت من حلال؟ هل التزمت بالطاعة مع الله عز وجل؟ أم أنك بعيد؟ أم أنك عاص لله عز وجل؟ وهذه المعصية تراها في حياتك وتراها في زوجتك وأولادك، تراها في عملك. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال بعض العلماء بيدوروا على لفظ مقابل الضنك، مفيش مرادف. طيب لو جيت تبص سبب المعصية دي، أو لو جيت تبص للمعصية والشؤم بتاعها، لو بصيت لحياتك هترى عندك مشاكل تطرى وكثرة. طيب قال لك: ومن أعرض عن ذكري. من أعرض عن إيه؟ من أعرض عن الصلاة، أدي بند. من أعرض عن الصيام اللي بيفطر في رمضان. من أعرض عن التوحيد، رجل مشرك بالله عز وجل لا يطلب المدد من الله. لابد أن يكون المدد من الله عز وجل توحيد خالص. لا تقول مدد يا سيدي فلان، ولا مدد يا شيخ فلان، ولا مدد يا علان. المدد من الله توحيد خالص. ومن أعرض عن ذكري، عن التوحيد، عن الصلاة، عن الزكاة، عن الصيام، عن الحج، من استطاع إليه سبيلا. إعراض عن إيه؟ عن بر الوالدين. إعراض عن إيه؟ إعراض عن إيه؟ عن الفرائض، عن صلة الأرحام. فين صلة الأرحام؟ لقد تقطعت بيننا صلة الأرحام إلا ما رحم ربك، من أفراد قليل جدا. لها شؤم. ومن أعرض عن ذكري. طيب إعراض عن الذكر، هيا بنا إلى الصلاة، يقول لك يعني سيبها لله، هنصلي الوقت ما نخلص اللي في إيدينا، ما احنا مسلمين يا عم وموحدين بالله، هو ما فيش إلا أنت مسلم. طب الزكاة، يقول لك سيبها لله، ماني بطلع. يبقى زكاته 100,000 جنيه وطلع لك 3-4,000 جنيه وفاكك عشرات وعشرينات وخمسات وبيوزع وعامل قدامه توابير، وهو ما طلعش جزء من جزيئات الصلاة بال100,000 و200,000 و300,000. ونسمع عن أناس كثيرين هكذا ما طلعش. إعراض عن الذكر. وهذه الزكاة تنظف له المال، كما قال العلماء: إن زكاة المال هي أوساخ المال. نسى مرة، كذب مرة،
عمل حاجة غلط مرة ونساها، أوساخ المال، وهذا حق عليك، ده فرض، وحق الفقير عليك، ده فرض فرضه الله عليك، وحق الفقير مش بمزاجك. اوعى تفكر انك تقول اني بطلع وبعمل، لا لا لا، مش بمزاج. الزكاة بالذات مش بمزاجك، فريضة عليك زي الصلاة. ومن أعرض عن ذكري، إعراض عن الزكاة كثير من الناس إلا ما رحم ربي مضيعين الزكاة. إعراض عن الصيام كثير من الناس يجاهرون الله عز وجل بالمعصية، ويأكلون ويشربون في نهار رمضان. إعراض عن إيه؟ إعراض عن الحج. معاه فلوس يحج، معاه فلوس يروح يحج بها وهو معرض. يقول لك اصل انا عندي الشقه بشطبها، عندي البيت بشطبه، هشتري حته ارض، هشتري عربيه، هشتري بيت، هشتري مش عارف ايه، اصل انا داخل في تجاره، داخل في وزاره. كل الكلام ده منهي عنه في الشرع. الشرع يقول لك حج الاول، لا ما تشطبش. ما تشطبش. انت مش عايش في بيت، عايش في شقتك، ده انا بجددها، لا ما تجددش، حج الاول، وبعد ما تحج تعالى جدد لو معاك مال من حلال. لو معاك مال بعد الحج تعالى جدر وابني وشطب، اعمل اللي انت عاوزه، انما حج الاول، حجة الاسلام. ومن اعرض عن ذكري، من اعرض عن الحج واستطاع اليه سبيلا. طيب وبعدين؟ فإن له معيشة ضنكا، ضنك في الحياة. طب وبعدين؟ ضنك في الأرزاق. ضنك في الأرزاق. بسبب إيه؟ بسبب الإعراض. إعراض عن الذكر، شئت أم أبيت، بمزاجك أو غصب عنك. وبعض الناس يقول لك أصلني يعني غصب عني، لا وبعض الناس بمزاجه، مكسل يصلي أو مكسل يطيع الله عز وجل. لا، كل دي لها أحاديث في السنة النبوية. ترك الصلاة قال لك فمن تركها فقد كفر. وبعض العلماء يقول لك هل تركها تعمدا، هل تركها تكاسلا، هل تركها مش عارف. لا، كل حاجة ولها حاجة. طيب انت دلوقتي اعراض عن الذكر، وبعد الاعراض معيشة ضنك، فلا تلومن الا نفسك. طالما انت بعيد عن ربنا يا اخي، انت عاوز ايه؟ انت بتحارب ربنا سبحانه وتعالى. في حد يستطيع ان يحارب الله؟ لن تستطيع. لن تستطيع ان تحارب ربك. اعراض عن الذكر فيأتيه المعيشة الضنك. طيب هو ماشي في الشارع، ضنك في الطرقات، واحد ضربه، واحد شتمه، واحد عوره، واحد أي حاجة، ضنك. فلا تلومن إلا نفسك. ضنك في الحياة. راح المحل، ضنك. ضنك في العمل، ضنك مع العمال، ضنك مع الزبائن، ضنك في وهو راكب السيارة، ضنك في الوظيفة، ضنك مع المواطنين، بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. فإن له معيشة ضنكا. والضنك بقى يحمل كل معانيه. الله يجازيك خير يا رب ويبارك فيك وجزاك وياك. يبقى ضنك في مجالات الحياة. رايح الوظيفة الصبح، مشاكل مع المواطنين. رايح شغل الصبح، ركب السيارة، مشاكل في المواصلات. رايح أستاذ الصبح، مشاكل مع الطلبة. ضنك بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين تقول أصلني أنا عندي مشاكل، أنا عندي سحر.
لا، ما تدور في نفسك، فتش في نفسك أولا. ضنكم في مجالات الحياة، ضنكم في الطرقات، ضنكم في المواصلات، ضنكم في الوظيفة، ضنكم في الجامعات، ضنكم مع الناس، ضنكم مع أصحابه، ضنكم مع زوجته، ضنكم مع أولاده، ضنكم مع أبيه وأمه، ضنكم مع أصحابه. لقد نفره الناس. ليه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بقى، ده شغل رباني. يا جبريل إني أحب فلان، يا جبريل إني أبغض فلان. يا إما يوضع لك القبول في الأرض ومن قبل الرحمن الرحيم، وإما أن يوضع لك البغض في الأرض من الجبار وأنت لا تدري. معصية. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. بس لا، ونحشره يوم القيامة أعمى. طب ليه هيتحشر أعمى؟ ده هو كان بصير، كان مبصرا ينظر إلى الحلال والحرام. ربنا كنت أنظر إلى الحلال والحرام، كنت مبصرا أتطلع إلى عورات المسلمين. لماذا حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ أعمى البصر ولا أعمى البصيرة؟ انظر إلى الرد من قبل الجبار. كذلك أتتك آياتنا، كذلك أتتك آياتنا أي أتتك صلاتنا فنسيتاها. كنت تارك للصلاة، كنت مضيع للصلاة، كنت تارك للصلاة أو مفرط في الصلاة. كذلك أتتك صلاتنا. وجزاك الله خير يا عم محمد، الله يبارك فيك يا رب. إنا لله وإنا إليه راجعون. أتتك صلاتنا، أتتك زكاتنا، أتاك صيامنا، أتاك توحيدنا، أتاك حجنا، أتاك قرآننا، أتاك إسلامنا فنسيتها. نسيت الآيات دي، نسيت الآيات. فكذلك اليوم تنسى. كما نسيت الله في الدنيا تنسى يوم القيامة. والله عز وجل ينساك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يتركك. وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن أعرض عن ذكري، أريد منكم أن تأخذوا هذه الآية فقط ونعمل بها. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا وكذلك اليوم تنسى. قال العلماء الجزاء من جنس العمل. كما نسيت الله في الدنيا ينساك يوم القيامة. المعصية لها شؤم. اوعى تستهون بمعصية، اوعى تستهون بالمعصية. اوعى وانت قاعد كده بتقلب على اي قناة وجي فيلم خليع، جي فيلم فيه منظر، جي فيلم فيه كذا كذا، وتستهون بهذا الامر. اوعى. القلب يتأثر في لحظة، في غمضة عين وانتباهتها. إذن المعصية لها شؤم على العبد.
شؤم في الحياة، شؤم على الرزق، شؤم في كل شيء في حياتك. فإذا أنت حينما تطيع الله عز وجل، الله عز وجل يفرج كربك وييسر أمرك ويذلل صعبك. نعم يا عباد الله، أسأل الله عز وجل أن يفرج كربنا وييسر أمرنا ويذلل صعبنا. اللهم ردنا إليك ردا جميل. اللهم فرج كربنا ويسر أمرنا. آمين آمين يا رب العالمين. أخويا هارون جزاك الله خير، ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب. أخويا حامد دحشوش جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك يا رب جميعا. أخويا محمد البسيوني ربنا ييسر لك الأمور. أخويا مصطفى الزق جزاكم الله خير. محمود أبو ليلى جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك يا رب. تامر عبد الفتاح الله يبارك لك يا رب وييسر لك الأمور، جزاكم الله خيرا يا رب، اللهم اجزيكم خير. أخويا وليد الغلبان جزاك الله خير. مصطفى أبو راشد ربنا يبارك لكم يا رب جميعا. إياد جزا الله خير، ربنا يبارك فيكم جميعا. طارق أبو حمامة ربنا يجزيك خير يا عم طارق. أخويا مصطفى الحمائي ربنا يبارك لك. أخويا السيد أبو السعيد ربنا يبارك فيك يا رب وييسر لك الأمور. أخويا صبحي الشافعي جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيكم يا رب جميعا. أخويا عبد السلام برطع ربنا يجزيك خير يا عم عبد السلام. أخويا عمرو كمال ربنا يبارك فيه ويبارك في محمد أخويا يا رب ويجازيهم عنا خير. الدكتور علي أبو خلع ربنا يبارك فيه يا رب ويوفقه ويرفع عنه وييسر له الأمور. وليد أبو نار ربنا يبارك فيك يا رب. أخويا محمد أنيس أسأل الله عز وجل التيسير له، ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم. أخويا ناصر السيد جزاه الله خير، ومحمد الداعي ربنا يبارك فيكم يا رب. أخويا عبد الرحمن السيسي جزاك الله خير. اللوشي ويوسف جزاكم الله خيرا. السعيد عبد القادر ربنا يبارك لك يا عم السعيد. نور العيون أخويا محمد عرفة ربنا يبارك لك يا عم محمد يا رب. أحمد السباخي جزاكم الله خير. حامد دحشوش ربنا يبارك لك. محمد الغلبان ربنا يبارك لك يا محمد يا رب وييسر لك الأمور. إياد جزاكم الله خير. عزت رزق ربنا يبارك لك يا عم عزت يا رب. حماد عبد العزيز ربنا يجزيك خير يا عم حماد يا رب ويبارك لك. أحمد شحادة جزاكم الله خير، وربنا يبارك لكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكون هذا في ميزان حسناتنا جميعا ويتوب علينا إنه هو التواب الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخويا صالح ربنا يبارك لك يا عم صالح يا رب ويجعله في ميزان حسناتك. معايا أنت يا عم صالح بقالك فترة ربنا يبارك فيك يا رب ويهدي لك ولادك يا رب ويجعلهم في ميزان حسناتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.